السلام عليكم الحباب، كي راكم دايرين؟ نتمنى كاع خواتاتي تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله ربي يقدرنا ويقدركم، وان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال. خواتاتي كاع راني متفكرتكم وراني ندعي لكم ربي عن ظهر الغيب، وندعي لكم وقت الافطار كاع اللي في قلبها كش حاجه ربي يكملها لها ان شاء الله، والله يعطيكم الخير والله يعطيكم حتى يرضيكم. سورتو الاخوات اللي راكم تدعموا فيا القناه، راكم تطلعوا فيها وراكم تبارطاجوا وراكم تعاونوا فيا، انتم تاني ربي يسخر لكم ان شاء الله من عباده الصالحين اللي يعاونوكم. اليوم جيتكم بطريقة عمل دجاجة محمرة بالدغميرة من أروع ما يكون. ديك الدغميرة خاطرة وعاقدة اونكتيوز، مذاق بين حلو ومالح، والدجاجة طايبة محمرة طايبة زبدة. هنا برك الإضاءة ماهيش عطيتها حقها، راني نصور وقت الإفطار، لا غالب راكم عارفين. قعدوا معايا خواتاتي حتى الأخير باش تشوفوا كل تفاصيل تحضير الوصفة وفرجة ممتعة. اول حاجه بديت بها هنايا راني نوجد في لا ماريناد تاعي اللي راح يترقد فيها الدجاج. ديت 4 فصوص كبار نتاع توم، وديت ربطه مليحه بين قزبر ومعدنوس، درت كل شيء في الاشواغ. وهنايا راه عندي نص حبه تاع الليمون مرقد، هذا اللي ماني مرقدته من العام اللي فات. اللي ماهاش مرقده الليمون ولا اللي ما عندهاش ما تعوضه بعصير، عصير نص حبه ليمون، وتزيد شويه ملح مع الدرسه هذه، وتطحني كل شيء في الاشواغ مع بعض حتى تتحصلي على خلطه. من جهه واحده اخرى الدجاجه تاعي راني غسلتها نظفتها جيدا وخليتها تكتر. هذه هي لا مارينات تاعي، نفرخها هنايا في قصعه ولا زلافه تكون عريضه. وراح نبدا نزيد في التوابل. هنايا درت نص مغرف كبيره نتاع القزبر مطحون، وديت كميه قليله فقط تاع ملح، ما كثرتش بزاف. هنا درت فلفل عكري، ودرت كركب، درت سكنجبير، كلشي نص مغرف كبيره نص مغرف كبيره. هنا درت شويه تاع فلفل دريس وشويه قرفه. الناس اللي ما تبغيش الحرور تستغني على فلفل دريس، عوضيه بالفلفل الاسود. ودرت شويه تاع زعفران، ودرت حوالي واحد الكاس تاع ماء. خلطت كل شيء مليح حتى تنسجم المكونات، والقزبر والمعدنوس والثوم يطلقوا في التوابل. ونجيب الدجاجه تاعي ونبدا كيما هكا ندخلها في هذيك لا ماريناد، ونبدا نحك فيها غايه وندخل لا ماريناد لداخل، خاصه بين الجلد واللحم. ومن بعد نجيب خدمي ونثقبها من جهه باش تمتص هاد الشرمولات، تمتصها مليح، ومن جهه واحده اخرى ثاني باش يدخلها الطياب. نغطي الدجاجه تاعي ونخليها ترتاح على الاقل ساعتين. انا هذه العمليه راني درتها كاع الصباح باش نوجد الدجاجه تاعي للفطور. والله يحفظكم الشيرات، بلا ما نوصيكم تهلوا فيا وتهلوا في لا فيديو، وصلوها لاكبر عدد ممكن من اللايكات. كي تتفرجوا الفيديو ديروا لايك وكتبوا لي شويه تعليقات. ها هي الدجاجه تاعي بعد ما ارتاحت كما قلت لكم على الاقل خلوها ساعتين. انا اللي خليتها تقريبا كاع الصباح حتى جا وقت النصيب عاد راني نجبد فيها. نجيب الكوكوط تاعي ونحط الدجاجه. ما تنسوش الاخوات باش تحزموا لها الفخاد نتاعها باش ما تنحللكمش، وباش يسهل عليكم من بعد باش ترفدوها كي طيب، باش ما تفركتش. وندير لها الشرموله تاعها فوقها، ندير لا كوكوط تاعي فوق النار. وهنايا راح نمرق بالماء الطايب. ناكد لكم لازم ديروا الماء المغلي وما تكبوش ديريكتومون فوق الدجاجه باش ما تغسلوش هذيك الشرموله. خلوا الدجاج راه متشرب الشرموله غايه ما تشلوش. نوصل المستوى تاع الماء حتى لنص الفخذ تاع الدجاجه، ما لازمش نغطي الدجاجه تاعي كليا، نص الفخذ. وهنا الدجاجه حطيتها على الصدر تاعها باش يدخلها الطياب بيان. راح نبلع لا كوكوط تاعي ونخليها طيب. انا لا كوكوط ما بلعتهاش، درتها فقط طاجين، يعني درت لها المغطى تاعها برك. وما تنسوش ربطه مليحه بين قزبر ومعدنوس، حزمتها درتها في الكوكوط. ندير المغطى ونخليها طيب. خليها حوالي واحد نص ساعه حتى 40 دقيقه. هنا تبقى على حسب الدجاجه تاعكم اذا كانت كبيره بزاف ولا صغيره. انا الدجاجه هذه راهي صغيره طيب بالخف. واحد 40 دقيقه كما راكم تشوفوا قلعتها فوق ورق الطهي. وهنايا راح نقلع هذاك الحزمه تاع القزبر والمعدنوس، نتخلص منها صاي ما نحتاجهاش. عصروها مليح باش تطلق لكم لو جو تاعها داخل في لاصوص. وخريها لي دو كوتي. وهنايا راح ندي كميه قليله من هاد لاصوص
اللي طاب فيها الدجاج، فيه بنت الدجاج، نقلع كميه قليله نديرها في اون كاسرول، راح ندير حبه تاع زيتون يطيبوا فيها. الزيتون ما نطيبهش في هاد في لا كوكوط، ندي له كميه صغيره من لاصوص ونخليه يطيب فيها. وهنايا ضفت نص كاس تاع زيت. في الاول ما درتش الزيت، هذيك الشرموله طابت، الدجاجه تاعي طابت غير في الماء والشرموله. حتى دركا كي قلعتها عاد نضيف نص كاس تاع زيت، ونضيف كميه لاباس بها تاع بصل، واحد زوج بصلات كبار ولا ثلاثه مقطعين كيما راكم تشوفوا هكا تقطيع عشوائي. نديره في الكوكوط ونخلي البصل تاعي حتى يطيح. نعاونه بمغرف تاع جلوكوز. لما كانش عندكم الجلوكوز يعاون الدغميره تاعي باش تتعسل بالخف. اذا ما كان ما تجيش حلوه بزاف، ما تخافوش منه. اذا ما كانش عندكم الجلوكوز عاونوها بمغرف تاع عسل. كيما راكم تشوفوا هنايا راهي غلات البصله تاعي بدات تغلي، درت لها مغرف تاع جلوكوز. ومن جهه واحده اخرى راني شعلت الكوشه تاعي، شعلتها غير من الفوق باش نحمر الدجاجه، ودوبت شويه تاع سمن خلطته مع الزيت، وزدتهم شويه تاع زعفران، وراني نطلي في الدجاجه تاعي من الفوق كيما راكم تشوفوا باش تدي لون وتدي قرمشه. الخلطه تاع الدهان والزيت تعطيها قرمشه. وهنايا اللي تبغي تقلي الدجاجه تاعها تاني تنجم تقليها بلا ما تفوتها في الكوشه، تدخلها في مقله وتقليها. انا ما بغيتش نقليها تاكل لي زيت بزاف، فضلت اني ندير هكا خليط تاع سمن وزيت ومعاهم زعفران ونطلي من الفوق كيما راكم تشوفوا. نوصل هذا الخليط لكاع الانحاء تاع الدجاجه وندخلها تتحمر من الفوق. من جهه واحده اخرى هذا هو الزيتون تاعي اللي قلعت له شويه تاع لاصوص راه يطيب. وهنايا راني مخليه الدغميرات على خاطرها حتى تنشف كاع من الماء، يقعد فيها غير الليدام. خطره خطره وقعدوا تخلطوا فيها، ما تخلوش البصله تاعكم تنحرق حتى تولي على هذا القوام كيما راكم تشوفوا. تنشف كاع من الماء كيما قلت لكم، يقعد غير الليدام، تقعد غير البصله والليدام. وهذا هو شكل الدجاجه تاعي بعد ما خرجتها من الكوشه. شوفوا التحميره اللي داتها، قرمشه من الداخل طريه طايبه زبده، ومن الفوق مقرمشه ودايه لون. بلا ما نوصيكم الشيلات ما تنسوليش جيم الله يحفظكم، عاونوني باش نطلع القناه، جيم وتعليقات قد ما تنجموا، وبارطاجوا لا فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بكم. ارسلوا لحباباتكم وخواتاتكم وجوارينكم وكناينكم، ارسلوا كاع للمعارف تاعكم. هذا هو خواتاتي القوام تاع الدغميره، لازم تكون على هذا الشكل. هنايا راح نطفي النار ونحط الدجاجه تاعي ونوريها لكم جاهزه في صحن التقديم. وباش تتاكدوا باللي صاي الدغميره تاعكم راهي واجده لازم تكون على هذا الشكل. تبقى دير في الفقاعات، وكي تفوتي فيها لا سباتول تولي كيما راكم تشوفي كيما هكا، ودير اون كوش تبري من الفوق، دير طبقه لامعه من الفوق تاع عيدان. هذا هو الشكل نتاعها خواتاتي. وها هي الدجاجه تاعي محمره بالدغميره على طريقتي. نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها وترجعوا لي خبر في التعليقات. هنا كيما قلت لكم غير الاضاءه ماهيش عطيتها حقها. وصلت لنهايه الفيديو تاعي نهار اليوم. ما تبخلوش عليا بالاعجابات والتعليقات. تهلوا في رواحكم، والى الملتقى في وصفات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.